سيأتي يوم نجد أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يعترف بالقضية الصحراوية، خاصة إذا أدرج ترامب البوليساريو في قائمة المنظمات الإرهابية مثلما يخطط النظام المغربي. شوفوا في العلاقات الدولية، لأن الوضع خطير وخطير جدا جدا جدا. أنا بصراحة وصلت لوحدة القناعة أنه إذا استمر الوضع في الجزائر على ما هو عليه، واستمر هذا التخبط واستمر حكم عبد اللطيف بالقايم، أقول أن نظام تبون أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي الجزائري. نعم، إذا استمر حكم عبد اللطيف بالقايم ومن معه، سيصبح حكم تبون والحاشية يشكل خطرا على الأمن القومي الجزائري. المخابرات اللي يقوموا بعمل خلايا النحل ما عندناش. إذن غيب يا القط ألعب يا الفار. غياب المخابرات الخارجية الجزائرية في هذه الدول، سواء في أمريكا الجنوبية أو في آسيا أو في مناطق أخرى، تعطي فرصة للتواجد القوي والدائم والمتواصل للمخابرات المغربية التي تقوم بعمل ممحات. الشيء اللي كتبوه الجزائريين أيام فترة حكم بومدين وشوية بوتفليقة، الآن راهم المغاربة يمحوا فيه. ما حققته الجزائر من مكاسب وإنجازات عظيمة خلال 40 سنة من مساندة القضية